السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حكاية كروشيه. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله زي ما حضراتكم شايفين هننفذ مع بعض المفرش الدائري ده. مفرش دائري شكله مميز جدا جدا وسهل جدا وما بياخدش وقت ولا بياخد خيط. المفرش ده أخد معايا أقل من نص شلة خيط واداني قطر حوالي 29 سنتي. ده طبعا حسب نوعية الخيط ومقاس الإبرة اللي أنا بشتغل بيهم. هنشتغلوا مع بعض إن شاء الله خطوة بخطوة وسطر بسطر. بس قبل ما نبدأ حابب أقولك إن المفرش ده مش أول مفرش نشتغله مع بعض. اشتغلنا مع بعض قبل كده على القناة مجموعة كبيرة جدا من المفارش بأشكال كتير. هتلاقوا قائمة التشغيل ظاهرة دلوقتي فوق على الشاشة، وهحط لكم اللينك بتاعها كمان في صندوق الوصف تحت الفيديو علشان اللي يحب يطلع على المفارش اللي احنا نفذناها مع بعض قبل كده. وقبل ما نبدأ نشتغل في ورشة النهاردة، لو أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة عن طريق الضغط على زرار اشتراك أو سبسكرايب اللي موجود تحت الفيديو باللون الأحمر. هيظهر عندنا الجرس، ندوس على الجرس ونختار منه الكل علشان أي فيديو جديد ينزل يجيلنا إشعار بيه. أتمنى من ربنا التوفيق في كل حاجة بقدمها لكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وانا النهارده ان شاء الله هشتغل بخيط اليس ديفا بلس. طبعا مش اول مره نعمل مفرش بنوعيه الخيط دي، والنتيجه بتبقى حلوه جدا جدا. هشتغل مع الخيط ده بإبرة ألومنيوم رقم 4، وهحتاج المقص وهحتاج إبرة التنظيف. لكن طبعا انت مش لازم تلتزمي بنفس نوعية الخيط اللي انا بشتغل بيها، ممكن تطبقي نفس الخطوات على اي خيط موجود عندك مع الإبرة المناسبة لي. بس ناخد بالنا ان سمك الخيط ومقاس الإبرة هيتحكموا في حجم المفرش. اول حاجة هبتدي اعمل دايرة سحرية. هسيب مسافة من الخيط والف حلقة على الهواء بالشكل ده، ادخل بالإبرة جوه الحلقة واخلي الإبرة فوق الخيط، واخد الخيط واطلع بيه وابتدي اعمل سلسلة، واتأكد ان طرف الخيط القصير ده ماشي معايا جوه الدايرة. لو مش عايزة تعملي دايرة سحرية هتشتغلي 7 سلاسل وتقفليهم بمنزلقة وتبدأي تشتغلي معانا نفس الخطوات اللي احنا هنعملها. السطر الاول هعمل ايه؟ فوق السلسلة اللي انا عملتها دي هعمل كمان سلسلة. كده انا عملت سلسلتين، ودول لمجرد الارتفاع مش هحسبهم معايا عمود. هبتدي في السطر الأول أكون جوه الحلقة السحرية 20 عمود بلفة. العمود بلفة بعمله ازاي؟ بيبقى معايا لفة على الإبرة، هلف الخيط على الإبرة بالشكل ده، أدخل جوه الحلقة السحرية، آخد من الخيط وأطلع معايا على الإبرة 3 حلقات، آخد من الخيط وأطلع من حلقتين، آخد من الخيط وأطلع من حلقتين. وده كده أول عمود. 2 3 4. هكملهم 20 عمود وارجع لكم تاني. كملتهم هم 20 عمود، والسلسلتين اللي احنا عملناهم في الأول دول ملهمش دعوة بالعشرين عمود. هبتدي أمسك الطرف القصير وأشده كده علشان أقفل على الحلقة. هقفل بغرزة منزلقة في أول عمود عندي. السلسلتين اهم ماليش دعوة بيهم. هدخل كده تحت الحلقتين بتوع أول عمود وآخد من الخيط وأطلع بيه كمان من اللفة اللي على الإبرة. كده أنا قفلت بغرزة منزلقة. السطر التاني هعمل ايه؟ هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي أول عمود بلفة. هلف الخيط على الإبرة وعلى العمود اللي جاي أعمل كمان عمود بلفة. كده أنا معايا 2 عمود بلفة. هعمل 2 سلسلة، 1 2، هلف الخيط على الإبرة وأروح على طول على العمود اللي جاي أعمل عمود بلفة، وعلى العمود اللي بعديه أعمل كمان عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة، 1 2، بالشكل ده. يعني بعمل عمودين، 2 سلسلة، وبعدين أعمل عمودين، وبعدين 2 سلسلة، وهكمل على كده. هلف الخيط على الإبرة على العمود اللي جاي على طول، ما بفوتش أعمدة خالص، أعمل عمود بلفة، وعلى العمود اللي بعديه أعمل كمان عمود بلفة، بعدين 2 سلسلة، 1 2، على العمود اللي جاي عمود بلفة،
وعلى العمود اللي بعديه كمان عمود بلف، وبعدين 2 سلسلة، 1 2 بالشكل ده. وهفضل شغال بنفس الطريقة لحد آخر السطر، 2 عمود 2 سلسلة، وما بفوتش أي أعمدة. وصلت هنا لنهاية السطر، وعدد المجموعات عندي المجموعة مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 10 مجموعات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد ما عملت آخر سلسلتين هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده كده. السطر التالت هعمل ايه؟ هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي أول عمود بلفة. هلف الخيط على الإبرة، وعلى العمود التاني أهو هدخل هنا واشتغل 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، 1 وفي نفس المكان 2، بعدين أعمل 2 سلسلة، 1 2. ماليش دعوة بفراغ ال2 سلسلة ده، أنا شغلي كله على الأعمدة. هلف الخيط على الإبرة، على أول عمود هشتغل عمود لوحده، على تاني عمود هشتغل 2 عمود في نفس الغرزة، 1 وفي نفس المكان 2، بعدين أعمل 2 سلسلة، 1 2 بالشكل ده. العمودين بقوا 3. هلف الخيط على الإبرة، على أول عمود هعمل عمود لوحده، وعلى تاني عمود بعمل 2 عمود في نفس الغرزة، 1 وفي نفس المكان 2، بعدين أعمل 2 سلسلة، 1 2 بالشكل ده. وهفضل شغال بنفس الطريقة لحد آخر السطر. على أول عمود بعمل عمود، على تاني عمود بعمل 2 عمود، بعدين بعمل سلسلتين لحد نهاية السطر. وصلت هنا لنهاية السطر. بعد ما عملت آخر 2 سلسلة هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده. السطر الرابع هعمل ايه؟ هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي أول عمود بلف. هلف الخيط على الإبرة، وعلى تاني عمود هدخل كده وأعمل عمود بلف، يبقى أنا كده معايا 2 عمود فرداني. هلف الخيط على الإبرة، وعلى تالت عمود هشتغل 2 عمود في نفس الغرزة، 1 وفي نفس المكان 2 بالشكل ده. التلات أعمدة بقى 4، بشتغل 2 عمود تزايد، هعمل سلسلتين، 1 2. هلف الخيط على الإبرة، على أول عمود بعمل عمود، على تاني عمود بعمل عمود، على تالت عمود 2 عمود، 1 وفي نفس المكان 2، بعدين 2 سلسلة، 1 2. ماليش دعوة بالفراغ ده، بروح على طول على أول عمود أعمل عمود، على تاني عمود أعمل عمود، على تالت عمود أعمل 2 عمود، 1 وفي نفس المكان 2، بعدين 2 سلسلة، 1 2 بالشكل ده. وهفضل شغال بنفس الطريقة لحد نهاية السطر، 2 عمود تزايد، وبعدين 2 سلسلة. التلات أعمدة هيبقى 4. وصلت هنا لنهاية السطر، وعايز أقول إن عدد المجموعات هو 10. بعد ما خلصت آخر مجموعة وعملت آخر سلسلتين هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده كده. هبتدي السطر الخامس بإن أنا هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي عمود بلفة. هعمل كمان 4 سلاسل، 1 2 3 4. يبقى أنا كده بدأت السطر الخامس بإن أنا عملت 7 سلسلة. هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود رقم 2 والعمود رقم 3، وأروح على العمود رقم 4 أشتغل عليه عمود بلفة بالشكل ده. يبقى أنا اشتغلت عمود 4 سلسلة عمود، بعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2. هلف الخيط على الإبرة، ماليش دعوة بالفراغ ده،
هروح على أول عمود من المجموعة اللي جاية، أعمل عمود 4 سلسلة، 1 2 3 4. هسيب العمود رقم 2 والعمود رقم 3، وعلى العمود رقم 4 أعمل عمود، بعدين 2 سلسلة، 1 2 بالشكل ده كده. هلف القطعة الإبرة على العمود رقم 1، أعمل عمود، بعدين 4 سلسلة، 1 2 3 4. هلف القطعة الإبرة، هسيب العمود رقم 2 والعمود رقم 3، وعلى العمود رقم 4 أعمل عمود، بعدين 2 سلسلة، 1 2 بالشكل ده. وهفضل شغال بنفس الطريقة لحد نهاية السطر. على أول عمود عمود، بعدين 4 سلاسل، على آخر عمود عمود، وبعدين 2 سلسلة. وصلت هنا لنهاية السطر، وعايز أقولك لو لقيتيه لم معاكي بالشكل ده طبيعي، هو هيفرد لما نشتغل السطر اللي جاي. بعد ما عملت آخر 2 سلسلة، هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3، 1 2 3. هدخل كده في السلسلة التالتة وأقفل بمنزلقة. السطر رقم 6 هعمل ايه؟ أنا عايز أبدأ شغلي من الفراغ ده. هدخل في أول سلسلة من ال4 سلاسل وأعمل فيها منزلقة بالشكل ده كده. بعدين أدخل في الفراغ أعمل كمان منزلقة علشان يكون شغلي شكله مظبوط. هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي أول عمود بلف. أنا عايز أكون في الفراغ ده 7 عمود. ال3 سلاسل دول كده 1 2 3 7. كده أنا اشتغلت في الفراغ ده 7 عمود بلف. ال3 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7. بعدين هعمل 3 سلسلة، 1 2 3. ناخد بالنا ان في الاسطر اللي فاتت الفراغ كان 2 سلسلة، في السطر ده الفراغ بقى 3 سلسلة. هلف القطعة الإبرة، ماليش دعوة بالفراغ ده اللي هو فراغ ال2 سلسلة. هروح على فراغ ال4 سلسلة وأكون 7 عمود بلف. 1 2 7. اشتغلت كده 7 عمود، بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. هلف القطعة الإبرة، الفراغ ده ماليش دعوة بيه. هروح على فراغ ال4 سلسلة واشتغل 7 عمود. 1 2 7. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3 بالشكل ده. بصوا اتفرد معايا اهو، الأماكن اللي أنا اشتغلت فيها اتفردت معايا. وهفضل شغال بنفس الطريقة لحد آخر السطر. الفراغ ده هسيبه. على فراغ ال4 سلسلة أعمل 7 عمود، بعدين 3 سلسلة، وأروح على طول على فراغ ال4 سلسلة اللي بعديه. الفراغ ده اللي هو فوق الفراغات دي أنا ما بشتغلش عليه، أنا بشتغل على الفراغ اللي فوق الأعمدة بس. وصلت هنا لنهاية السطر وعندي 10 مجموعات. المجموعة مكونة من 7 عمود، 3 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد ما خلصت آخر 3 سلسلة هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده. السطر رقم 7 هعمل ايه؟ 3 سلسلة، 1 2 3، ودول أول عمود. هلف القطعة الإبرة على العمود اللي جاي، هشتغل كمان عمود بلف. على العمود رقم 3 هشتغل كمان عمود بالشكل ده كده. يبقى أنا اشتغلت 3 عمود بلف. هعمل سلسلة واحدة، هلف القطعة الإبرة، هسيب العمود رقم 4 واروح على العمود رقم 5 اعمل عمود، على العمود رقم 6 اعمل عمود، على العمود رقم 7 اعمل عمود بالشكل ده. يبقى انا اشتغلت 3 عمود، سلسلة، سبت عمود، واشتغلت 3 عمود. بعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2. هلف القطعة الإبرة على الفراغ اللي هو مكون من 3 سلاسل، هشتغل فيه عمود بلف، بعدين 2 سلسلة، 1 2.
بالشكل ده كده. وابتدي اكرر، هلف الخيط على الابرة، هروح على السبع اعمدة اللي جايين اشتغل 3 عمود، 1 2 والعمود التالت. اشتغلت 3 عمود اهم، هعمل سلسلة واحدة، هلف الخيط على الابرة، هسيب العمود رقم 4 واشتغل 3 عمود من بعديه، 1 2 3. بالشكل ده كده. يبقى انا بسيب العمود رقم 4 ما بشتغلش عليه وبعوض مكانه بسلسلة، بعدين 2 سلسلة، 1 2، هلف الخيط على الابرة على فراغ ال3 سلسلة اللي جاي ده اشتغل عمود بلف، بعدين 2 سلسلة، 1 2. هعملها معاكم مرة كمان، هلف الخيط على الابرة واروح على المجموعة اللي جاية اشتغل 3 عمود، 1 2 3. سلسلة واحدة، هلف الخيط على الابرة واسيب العمود رقم 4 وادخل كده في العمود رقم 5 عمود، والعمود رقم 6 عمود، والعمود رقم 7 عمود، 2 سلسلة، 1 2، وعلى الفراغ اللي جاي عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة، 1 2. بالشكل ده. وهفضل شغال بنفس الطريقة لحد آخر السطر، 3 عمود سلسلة، أسيب عمود وبعدين 3 عمود، 2 سلسلة على الفراغ عمود، بعدين 2 سلسلة لحد نهاية السطر. وصلت هنا لنهاية السطر. بعد ما عملت آخر 2 سلسلة هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده. السطر رقم 8 هعمل ايه؟ 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي عمود بلفة. هلف الخيط على الإبرة على العمود اللي جاي هعمل عمود، وعلى العمود التالت كمان هعمل عمود. كده انا اشتغلت 3 عمود وعندي هنا فراغ السلسلة. هلف الخيط على الإبرة وهسيب فراغ السلسلة ده واروح على طول على ال3 عمود اللي بعديه اشتغل عمود على كل عمود بالشكل ده كده. يبقى انا كل اللي انا عملته ان انا فوت فراغ السلسلة واشتغلت 3 عمود قبل الفراغ و3 عمود بعد الفراغ، يبقى كده هما 6 أعمدة. بعدين 2 سلسلة، 1 2، هلف الخيط على الإبرة على الفراغ اللي جاي أعمل عمود، بعدين 2 سلسلة على الفراغ اللي جاي كمان أعمل عمود، بعدين 2 سلسلة، 1 2 بالشكل ده. يبقى هنا عدد الفراغات كان في السطر اللي قبل اللي فات فراغ 1، السطر اللي فات كان فراغين، السطر ده بقى 1 2 والتالت اهو. وابتدي اكرر، هلف الخيط على الابرة، هروح على طول على اول عمود من المجموعة اللي جاية اعمل عمود، على تاني عمود اعمل عمود، على تالت عمود اعمل عمود. عندي فراغ السلسلة اهو ماليش دعوة بيه، هروح على طول على ال3 عمود التانيين اشتغل عليهم عمود على كل عمود، 1 2 3. يعني انا كده عندي المجموعة اهي بقت مكونة من 6 أعمدة. 2 سلسلة، 1 2، هلف الخيط على الإبرة على الفراغ اللي جاي أعمل عمود، 2 سلسلة على الفراغ اللي جاي أعمل عمود، 2 سلسلة، وأروح على طول أكرر أشتغل ال3 عمود اللي قبل فراغ السلسلة، 1 2 3. وادي اهم ال3 فراغات اللي بقوا موجودين معايا في السطر ده. بعد ما اشتغلت ال3 أعمدة هلف الخيط على الإبرة وماليش دعوة خالص بفراغ السلسلة واشتغل ال3 عمود التانيين بالشكل ده كده. 2 سلسلة على الفراغ اللي جاي عمود، 2 سلسلة على الفراغ اللي جاي عمود، 2 سلسلة بالشكل ده كده. وهفضل شغال بنفس الطريقة لحد آخر السطر. اشتغل ال3 عمود، هسيب الفراغ ده، اشتغل ال3 عمود، 2 سلسلة على الفراغ ده عمود، 2 سلسلة على الفراغ ده عمود، بعدين 2 سلسلة. وصلت هنا لنهاية السطر. بعد ما عملت آخر سلسلتين هقفل بغرزة منزلقة
في السلسلة رقم 3 بالشكل ده. السطر رقم 9 هعمل ايه؟ هبدأ ب3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي عمود بلف. هلف القطعة الإبرة وعلى العمود رقم 2 هعمل عمود. كده أنا بدأت ب2 عمود. العمود رقم 3 والعمود رقم 4 هخليهم غرزة واحدة، يعني هعمل تناقص. هلف القطعة الإبرة وأدخل كده في العمود رقم 3، أخد من الخيط وأطلع من حلقتين بس، وأسيب الحلقتين دول على الإبرة. هلف القطعة الإبرة وأدخل في العمود رقم 4، أخد من الخيط وأطلع من حلقتين بس. معايا على الإبرة 3 حلقات، هاخد من الخيط وأطلع من ال3. كده أنا خليت العمود رقم 3 والعمود رقم 4 غرزة واحدة. بعدين أشتغل 2 عمود، 1 2 بالشكل ده. ال6 غرز في السطر اللي فات بقوا في السطر ده 5، 1 2 3 4 5. بعمل 2 عمود تناقص، 2 عمود. بعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، على الفراغ اللي جاي عمود بالشكل ده. بعدين 2 سلسلة، 1 2، على الفراغ اللي جاي عمود. بعدين 2 سلسلة، وعلى الفراغ اللي جاي كمان عمود. بعدين 2 سلسلة. الفراغات السطر اللي فات كانت 3، السطر ده بقت 4. وابتدي أكرر. هلف الخيط على الإبرة واشتغل 2 عمود من أول عمود، 1، وعلى العمود اللي جاي كمان عمود. بعدين هعمل تناقص ثنائي. هلف الخيط على الإبرة وأدخل في العمود اللي جاي، اخد من الخيط واطلع. معايا 3 حلقات، هاخد الخيط واطلع من حلقتين بس واسيبهم على الابرة. هلف الخيط على الابرة وادخل في العمود رقم 4، اخد من الخيط واطلع من حلقتين بس. معايا 3 حلقات هطلع منهم. بعدين اعمل العمودين اللي جايين. ادي عمود وادي عمود بالشكل ده كده. بعدين 2 سلسلة، 1 2، على الفراغ اللي جاي عمود، 2 سلسلة، على الفراغ اللي جاي عمود، 2 سلسلة، على الفراغ اللي جاي عمود، 2 سلسلة بالشكل ده. ال6 غرز بقوا 5. وأكرر تاني. هشتغل 2 عمود، 1 2، بعدين أعمل التناقص، 2 أعمدة غير مكتملة مجموعين مع بعض بالشكل ده، 3 حلقات وأطلع منهم. بعدين 2 عمود، 1 2، 2 سلسلة، وعلى الفراغ اللي جاي عمود، 2 سلسلة، وعلى الفراغ اللي جاي عمود، 2 سلسلة، وعلى الفراغ اللي جاي كمان عمود. وبعدين 2 سلسلة بالشكل ده كده. وهفضل شغال بنفس الطريقة لحد نهاية السطر. 2 عمود تناقص ثنائي، 2 عمود، 2 سلسلة، عمود على الفراغ ده، 2 سلسلة، عمود على الفراغ ده، 2 سلسلة، عمود على الفراغ ده، بعدين 2 سلسلة. وصلت هنا لنهاية السطر. بعد ما عملت آخر سلسلتين هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده. السطر رقم 10 هعمل ايه؟ انا عندي هنا دول 5 غرز. هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي عمود بلف. بعدين هعمل تناقص ثلاثي، يعني هاخد 3 غرز في غرزة واحدة. هلف الخيط على الإبرة وادخل في العمود اللي جاي ده، اخد من الخيط واطلع من حلقتين بس، واسيب الحلقتين دول على الإبرة. هلف الخيط على الإبرة وادخل في الغرزة اللي جاية، اخد من الخيط واطلع من حلقتين بس. معايا 3 حلقات. هلف الخيط على الإبرة وادخل في الغرزة اللي جاية، اخد من الخيط واطلع من حلقتين بس. معايا على الإبرة 4 حلقات، هاخد من الخيط واطلع منهم. وبعدين اشتغل العمود الأخير بالشكل ده. بقوا عندي بدل 5 غرز بقوا 3. بعدين 2 سلسلة، 1 2، واشتغل بالطريقة اللي اشتغلناها في السطر اللي فات. على الفراغ ده عمود، 2 سلسلة، على الفراغ ده عمود،
2 سلسلة، على الفراغ ده عمود، 2 سلسلة، وعلى الفراغ ده عمود، و2 سلسلة. عدد الفراغات بدل 4 بقى 5، 1 2 3 4 5. بعدين أكرر الشغل، هعمل عمود بلفة على أول عمود، بعدين هشتغل تناقص ثلاثي، هلف الخيط على الإبرة، وعلى الغرزة اللي جاية أدخل كده وآخد من الخيط وأطلع من حلقتين بس، وعلى الغرزة اللي جاية آخد من الخيط وأطلع من حلقتين بس، وعلى الغرزة رقم 4 آخد من الخيط وأطلع من حلقتين بس. معايا 4 حلقات هاخد من الخيط وأطلع من ال4. بعدين فاضل عندي عمود هشتغله بالشكل ده. بعدين 2 سلسلة، وعلى الفراغ ده عمود، وهكرر. هعمل عمود بلفة، تناقص ثلاثي، 3 أعمدة بلفة غير مكتملة بجمعهم في غرزة واحدة بالشكل ده. 4 حلقات هطلع منهم وأعمل العمود اللي فاضل، 2 سلسلة، على الفراغ ده عمود، بالشكل ده. وهفضل شغال بنفس الطريقة لحد نهاية السطر. عمود على أول عمود، تناقص ثلاثي، عمود على آخر عمود، 2 سلسلة، على الفراغ ده عمود، 2 سلسلة، على الفراغ ده عمود، 2 سلسلة، على الفراغ ده عمود، 2 سلسلة، وعلى الفراغ الأخير عمود، وبعدين 2 سلسلة لحد نهاية السطر. وصلت هنا لنهاية السطر. بعد ما اشتغلت آخر سلسلتين هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده. السطر رقم 11 أنا هبدأ شغلي من على التناقص هنا، يبقى هروح على التناقص، هدخل كده هنا وأعمل غرزة منزلقة بالشكل ده. بعدين هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، ودول عمود بلفة. هعمل كمان 2 سلسلة، 1 2، مسافة بين العمود والعمود. هلف الخيط على الإبرة، وعلى الفراغ اللي جاي أعمل عمود بلفة بالشكل ده، 2 سلسلة، وعلى الفراغ اللي جاي عمود بلفة، وهكذا هفضل شغال 2 سلسلة وعلى الفراغ اللي جاي عمود لحد ما اخلص المجموعة دي. عدد الفراغات عندي بقى 1 2 3 4 5، والسادس اهو. لما اوصل هنا عند الأعمدة والتناقص هلف الخيط على الإبرة وهدخل في التناقص بالشكل ده، وأعمل العمود بتاعي. بعدين أعمل 2 سلسلة، وأروح أشتغل على الفراغات اللي جاية لحد ما أوصل للتناقص. وصلت هنا للأعمدة والتناقص، بشتغل العمود فوق التناقص بالشكل ده كده. بعدين أعمل 2 سلسلة، وهفضل شغال بنفس الطريقة لحد ما أخلص السطر. على كل فراغ بعمل عمود وبعدين 2 سلسلة، ولما أوصل هنا بشتغل العمود فوق التناقص اهو. انا عندي 3 غرز، بشتغل على الغرزة اللي في النص بعمل فيها العمود لحد نهاية السطر. وصلت هنا لنهاية السطر. بعد ما عملت اخر 2 سلسلة هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده. عدد الفراغات عندي 60 فراغ. هبدأ السطر رقم 12 بان انا هروح على السلسلة اللي جاية دي واعمل فيها منزلقة. هدخل هنا في الفراغ واعمل غرزة حشو، بعدين اعمل 3 سلسلة، 1 2 3. اروح على الفراغ اللي جاي واعمل غرزة حشو، بعدين 3 سلسلة، 1 2 3.
على الفراغ اللي جاي هعمل غرزة حشو. غرزة الحشو بعملها ازاي؟ هدخل هنا في المكان اللي انا هشتغل فيه، بعد ما بيكون معايا على الابرة لفة واحدة هاخد من الخيط واطلع، معايا لفتين هاخد من الخيط واطلع منهم، بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. معايا لفة على الابرة، هدخل في الفراغ اللي انا هشتغل فيه، هاخد من الخيط واطلع، بقوا لفتين على الابرة هاخد من الخيط واطلع منهم. دي غرزة الحشو. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. على الفراغ اللي جاي غرزة حشو، بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. وعلى الفراغ اللي جاي غرزة حشو، وهفضل شغال على كده لحد آخر السطر. وصلت هنا لنهاية السطر، بعد ما عملت آخر 3 سلسلة هقفل بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو بالشكل ده. عدد الفراغات دي 60 فراغ، ودول اللي أنا هشتغل فيهم السطر ال13 والأخير. السطر رقم 13 هعمل ايه؟ هدخل في أول سلسلة عندي من ال3 سلاسل اللي هما بتوع الفراغ اللي جاي ده، هدخل فيها كده وأعمل فيها غرزة منزلقة. هدخل في الفراغ وأعمل غرزة حشو بالشكل ده. بعدين هلف الخيط على الإبرة على الفراغ اللي جاي، هشتغل 6 عمود بلفة، 1 2 6. اشتغلت في الفراغ 6 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6. على الفراغ اللي جاي هدخل كده تحت السلاسل وأعمل غرزة حشو. هلف الخيط على الإبرة على الفراغ اللي جاي أشتغل 6 عمود بلفة، 1 6. على الفراغ اللي جاي أعمل غرزة حشو. هلف الخيط على الإبرة على الفراغ اللي جاي أشتغل 6 عمود بلفة، 1 6. وعلى الفراغ اللي جاي أعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. وهفضل شغال بنفس الطريقة لحد آخر السطر. فراغ بشتغل عليه 6 عمود بلفة في نفس الفراغ، وفراغ بشتغل عليه غرزة حشو لحد ما أخلص السطر. وصلت هنا لنهاية السطر، وآخر حاجة كنت اشتغلتها 6 عمود بلفة، لأن غرزة الحشو أنا بدأت بيها السطر أهي. لو نفتكر مع بعض، يعني آخر حاجة هتشتغليها في السطر ده هتكون ال6 عمود بلفة. بعد ما خلصت هقفل ازاي؟ هرفع الإبرة كده واخرج بيها من اللفة دي، واجيب المفرش على الظهر. عندي غرزة الحشو اللي بدأت بيها السطر اهي، الحلقتين بتوعها اهم. هعدي الإبرة تحت الحلقتين من الخلف للأمام بالشكل ده. بعدين أجيب الحلقة اللي أنا طلعت بيها دي أرجعها تاني على الإبرة وأضيق عليها الخيط كده. بعدين اخد الحلقة دي واطلع بيها من هنا من ظهر الشغل واعمل سلسلة التأمين. هجيب المقص وهسيب جزء من الخيط للتنظيف واقص الخيط وارفع الإبرة كده اهو. لو جيت بصيت على القفلة من وش الشغل مش باينة خالص بالشكل ده كده. هروح انضف المفرش، هنضف فتلة البداية وفتلة النهاية، هنضف على ظهر الشغل بإبرة التنظيف وارجع لكم تاني اوريكم الشكل النهائي. وده بقى شكل المفرش بعد ما نضفنا الخيوط، وبعد ما كوناه زي ما احنا متعودين بنبخ عليه مية ببخاخة ونحط عليه قماشة بيضة ونكويه على درجة حرارة هادية علشان نثبت الغرز. زي ما انتوا شايفين المفرش شكله في منتهى الجمال. لو حبيت ان انا اعرف مقاسه اهو بالشكل ده، طالع معايا حوالي 29 سنتي. مقاسه مش قليل ابدا، هيبقى حلو جدا لو استخدمتيه كقاعدة اطباق على السفرة. لو جيت اوزنه اهو عشان اعرف اخد مني قد ايه، زي ما انتوا شايفين اخد معايا 47 جرام. كمية خيط بسيطة، يعني بأقل من نص شلة هتعملي المفرش الجميل ده. يعني لو عندك شلة كاملة هتعملي قطعتين من المفرش ده. لكن طبعا لو نوع الخيط مختلف ومقاس الإبرة مختلف كمية الخيط
هتختلف معاكي اكيد. وزي ما انتوا شايفين كمان انا اشتغلت منه اللون ده بنفس نوعية الخيط ونفس مقاس الابرة، اخد معايا نفس كمية الخيط واداني نفس المقاس بالظبط. وزي ما انتوا شايفين المفرش شكله حلو جدا جدا. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه واكون قدرت اوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشيروه مع اصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. ولو في اي سؤال او في اي حاجة ما كانتش واضحة اكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو وان شاء الله هرد عليكم، واحب اعرف رايكم كمان في الكومنتات. ولما تطبقوا المفرش اعرضوا تطبيقاتكم على جروب القناة، هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف تحت الفيديو. وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات اكتر، وانتظروني في كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.